اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتغدى ايه النهاردة؟ هعمل شوية مكرونة سباكيتي. جبت كده شوية توم، زي 5 6 فصوص توم، وهحط عليهم طبعا شوية ملح وادقهم في الهون علشان نعمل بيهم صلصة المكرونة. وهنا كنت حاطة مية عشان تغلي، طبعا عشان اسلق فيها المكرونة، لسه ما غلتش. هدق التوم كويس وهعمل صلصة مكرونة. انا عندي لحمة مفرومة متعصجة، هطلعها واعمل بيها صلصة، يعني اعمل صلصة مكرونة باللحمة المفرومة كده. وهنتغدى وتبقى غدوة بسيطة وسريعة. وهعمل كمان جنبيها طبق طماطم متومة كده بالثوم والفلفل والليمون. طبعا حطيت بحط لها توم، بدق توم زي البتنجان كده، وبحط معاه حتة فلفل، وبعدين بحط معاه توابل، طبعا كمون، ملح، كزبرة، كزبرة ناشفة، وبحط كمان حبة فلفل اسود وعصرة ليمونة كده، وبتوم الطماطم واقطعها شرايح وبتومها كده، اخللها بالثوم والليمون، بيبقى طعمها حلو وبتفتح النفس كده. وهنا انا جبت اهو الحلة التانية، انا حطيت المكرونة تتسلق طبعا، وحطيت معلقتين الثوم اللي انا دقيتهم، هشوحهم كده بحبة زيت، هياخدوا كده بس اللون، وبعدين هنزل بقى عليهم ان شاء الله كده باللحمة المفرومة بتاعتنا. طبعا اللحمة المفرومة انا كنت معصجاها زي ما قلت لكم، وعليها كل التوابل وعليها المادة الدهنية وكله، بس انا طبعا لازم حطيت شوية زيت عشان اشوح فيهم الثوم. بتكون سريعة وبسيطة وبيكون طعمها حلو، تغيير شوية وحاجة سريعة. اه زي ما انتوا شايفين كده طبق اللحمة المفرومة، نزلت بقى بيها كده على الثوم، اشوحها كويس. هزود بقى حبة كمون، حبة فلفل اسود، واديها تشويحة. وبعد كده هحط لها الطماطم اللي انا ضرباها، وخلاص على كده هتتسبك، وهيبقى معاكي احلى طبق مكرونة باللحمة المفرومة. ما عندكيش لحمة مفرومة عادي، ممكن تتمشيها يعني مكرونة كده بالصلصة وخلاص، مع طبق سلطة بقى، شوية مخلل، حبة بطاطس محمرة، اي حاجة. وهحط طبعا مكعبين مرقة دجاج، وهحط معلقة بابريكا علشان تخلي اللون احمر معايا، عشان الطماطم مش حمرا. حطيت كده معلقة، حوالي معلقة ونص بابريكا. البابريكا دي بتبقى حلوة جدا، بتخلي الحاجة طعمها يعني، هي اولا ملهاش طعم، بس بتكون بتخلي الحاجة لونها احمر، ولو هتعملي محشي ولا حاجة برضو بتخلي المحشي احمر معاكي وبيبقى جميل. فانا دايما بحب احطها في الصلصة. زي ما انتوا شايفين كده، هسيبها بقى تتسبك. والمكرونة بتتسلق خلاص، خلصت المكرونة صفيتها وشطفتها. انا هنا بقى بحط حبة زيت، وبحط مكعب مرق الدجاج، وهحط شوية فلفل اسود، زي نص معلقة فلفل اسود، وهشوحهم كده، يعني هقلبهم تقليبة، وهنزل عليهم بالمكرونة البيضة. يعني هدي المكرونة البيضة كده ايه يعني، طعم بالماجي والفلفل الاسود. ما بحطش ملح لان هي كده كده انا مملحاها وانا بسلقها. الخطوة دي بتخلي المكرونة جميلة قوي، يعني ممكن تتاكل كده من غير صلصة كمان. الفلفل الاسود مع مكعب المرق بيديها طعم، ولو في سمنة بلدي ممكن تشوحيها بحتة سمنة بلدي برضو، بتديها طعم حلو قوي. وبتخلي كمان المكرونة ما تلزقش ببعضها، بعد ما تقعد شوية ممكن تخليها يعني تلاقيها بتبقى لازقة ببعضها، لا مش هتلاقيها لازقة ببعضها. وانا بقفل عليها النار، ما بخليش النار عليها خلاص، انا مجرد ما سيحت الزيت والزيت سخن وعملت الماجي والفلفل الاسود، بقلبها تقلبتين وخلاص كده بتكون خلصت معانا. وهنا الصلصة تقريبا خلاص خلصت، اتسبكت، ما بتاخدش وقت خالص، وسريعة، واكلة بسيطة.
لكل اللي محتارة بقى ومش عارفة تعمل أكل ايه. وهنا خلاص طبق طبعا الطماطم الحلو اللي انتوا شايفينه ده اللي انا عملته، كان طعمها حلو قوي قوي. جربوها، بتفتح النفس بصراحة، ممكن مع اي اكلة تعمليها. وبس كده زي ما انتوا شايفين، طبق بسيط وسريع وفي نفس الوقت يعني حلو ومشبع. جربوها هتعجبكم.